إذا بدك تجيب فلوس وأنت مبتدئ في لعبة جي تي اي لازم تعرف سر البنكر. بالبداية أهلا فيكم جميعا، معكم شادي. لازم تعرفوا سر البنكر. البنكر هو من أقوى الطرق لتجيب الفلوس في بداية لعبة جي تي اي، واللي هو مركز سري تحت الأرض موجود. خلينا نروح عليه وبعلمكم كيف تشتروه ويصير عندكم. وممكن يكون لبعض المبتدئين مجاني مركز البنكر، اللي هو مركز موجود لبيع الأسلحة وتصنيع الأسلحة. مثل ما انكم شايفين هذا هو هيك بيكون شكله للبانكار، وفيكم تشتروه كمان. يعني إذا ما كان عندكم مجاني، من هون بالبداية بتفتح التليفون، تنزل على شعار الكرة الأرضية، بتفوت على كلمة اسمها مازا بانك، تضغط على هاي هون. في عندكم هون بالكتابة اسمها بانكار، بانكريس، هي تجي لهون. ممكن يكون عندكم إياه مجاني اللي هو هذا هو الأزرق، ممكن يكون عندكم إياه مجاني عليه إشارة الدولار. هذا فقط بيكون مجاني لبعض المبتدئين الجدد. ممكن يكون المجاني بهاي المنطقة هون. أما إذا ما هو مجاني، أنا شارح في فيديو قبل هذا كيف تجيب فلوس ويصير معك دخل قوي. فينك تشتريه، هو ما هو غالي، بحدود المليون، مليون ومئتين بتوقع، في مليون وخمسمية، في مناطق بعيدة أغلى، حسب ما أنت بتحب. فأنسب مركز للبانكري هو هون. أنا هيك برأيي، لأنه هو موجود في نص الخريطة. مثل ما حكينا من قبل، لبعض المشتركين الجدد بيكون عندهم اياه مجاني هون. علمكم كيف تبلشوا العمل في قلبه لمركز البنكر. بعض الشباب بتقول عنه بنكر، بعضهم بقولوا شيء تاني، مش عرفان. ممكن يقولوا مركز الأسلحة أو بيحكوا شيء تاني بالضبط، ماني عرفان. المهم، طبعا أنا مطوره هون ومخلصه. بالبداية عندكم، بعد ما يكون عندكم مركز البنكر، في عندكم هاي السيارة بتتجدد كل 45 دقيقة أو كل 40 دقيقة. هاي السيارة بتجيب لك 50,000. بس إن قربت عليها ضغطت حرف الإي من لوحة المفاتيح، بتاخذ السيارة وبتبيعها. هي بتجيب لك 50,000. طبعا هي بتجيب أسلحة، هي عليها أسلحة، شحنة أسلحة، وأنت بدك تبيعها. الخطوة الثانية اللي راح فرجيكم إياها، تفوت على مركز البنكر لجوا. في عندك جهاز كمبيوتر هون هو خاص فيك، تكبس حرف الإي، تقعد على الكرسي أوتوماتيكيا. بعد ما تكبس أنتر، تفتح لوحة الكمبيوتر، بتفوت. هذا هي الإعدادات الكاملة داخل البنكر. فقال احنا بدنا نجي وبدنا نجيب بضاعة مشان البنكر عنا يشتغل ويجيب لنا مصاري. فقال هو بيشتغل لحاله، انت ما في داعي تشتغل. في عندك طريقة انك تشتري المواد او البضاعة بمصاري، وفي انك تسرقها سرقة. انا راح اعلمكم الطريقة الاسهل اللي هي السرقة، من عندما انت تدفع مصاري وينقص من مصرياتك وتقعدوا هيك. المهم، من هون هذا هو خيار السرقة. بس انكبست هون مباشرة بتروح بتجيب الحمل. هلا بفرجيكم كيف بنجيب الحمل. بعد ما تجيب الحمل ومتلا عندك الخط الأزرق اللي هو هاد، تيجي على كلمة سيل ستيك اللي هي البيع. فقع عندك خيارين للبيع. طبعا أنتم مثل ما كنتم شايفين، هذا هو الخيار عندي مليان، الخط الأزرق اللي هو بقيمة 500,000. بيعطيني خيار إني أبيعه ب700,000، أو بيعطيني خيار أصعب، فيني أبيعه بمليون بمدة زمنية معينة، إلا وهي ممكن تكون نص ساعة أو ممكن تكون ربع ساعة. يا هيك يا هيك، وعدد سيارات معينة خارج البنكر أنا لازم أوديها على أماكن موجودة في الخريطة. بس هذا هي هيك. هلا خليني أعلمكم كيف بتجيبوا بضاعة. من هون، مثل ما حكينا في البداية، أول مكان تضغط عليها، تجي على هون، هيك بتجيب بضاعة سرقة. هلا بس ضغطت عليها بتصير برا مركز البنكر أوتوماتيكيا. ننتقل لمرحلة ثانية. هلا بتصل علينا خبير البنكر مثل ما كنتم شايفين، وبيعطينا الموقع اللي بدنا نروح نجيب منه البضاعة. انت اذا عندك سيارة فينك تطلبها. هلا انا طلبت سيارة لانه كانت معي موجودة جوا، من حرف الميم فيني استرجعها واجيبها تجي لعندي. صفوا لي اياها برا. فهلا مرة مشان ما نطول عليكم الفيديو كتير، اعطوني وقت المهم نص ساعة، ان شاء الله ما يكون بعيد.
انا ما عم حاول اني ما اقص من الفيديو اي شيء ابدا، مشان اكون معاكم خطوة بخطوة وتفهموا علي كيف هي اسهل طريقة لجيب الفلوس او المال او المصاري. طيب، هذا البنكر هو من اهم الاعمال ومن اقوى الاعمال للمبتدئين، او بشكل عام، ما بدنا نقول المبتدئين عشان ما حدا يزعل، كلياتنا كنا مبتدئين، بس انه هو بالفعل انا عندي إياه لهلا بعد هذا المستوى اللي موصل له، من احلى المراكز الموجود في لعبة جي تي اي. مسلي ومهامه حلوة وجميلة وفيها شوية حماس، فيها شوية إثارة، يعني تعمل جو داخل اللعبة. طبعا إذا كان معك واحد من أصدقائك فينك تدخله معك بالشركة وتعملوا المهمة سوا، مشان إذا رفيقك كان لحاله برا ما يتم لحاله، فيكم تعملوا هاي المهمة سوا لحالك أنت ورفيقك مثلا، يعني ما ضروري تعملها لحالك. المكان بعيد شوي بس رح خلينا نجيبه، فرجيكم كيف بيكون شكل البضاعة قبل ما نجيبها. طبعا هلا نحن ما راح تكون البضاعة هيك مسلمة لحالها وعم تستنانا، راح نواجه ناس، لأنه هي البضاعة سرقة بالأساس. نحن اخترنا خيار السرقة، ما بدنا ندفع مصاري، فلهيك ممكن تكون المهمة شي بسيط صعبة للمبلشين جداد باللعبة، لأنه ما بيكون معهم أسلحة قوية. هاي نحن وصلنا الموقع اللي أعطانا إياه. من وقت طلعت لنا إشارة على الخريطة عليها 3 نقاط خضر مثل ما كنتم شايفين هون بالزاوية على الخريطة، شايفين حد السيارة؟ في عندكم 3 نقاط خضر، الا وهي احتمال تكون سيارة. خلينا نشيل سلاح قوي او يكون رش. انا افضل هذا السلاح. طبعا هذا السلاح بصير معكم، في عندكم ناس هون لازم تقتلوهم مشان هن ما يقتلوكم، لانه اذا انتم ما بلشتوا بالقتل هن راح يقتلوكم ويرموا عليكم كثير شغلات. فقال لحد هلا اللي نحن بدنا ناخذه ما هو مبين، اللي كان هو مثلا شنطاية او سيارة او صندوق. طبعا انا السلاح اللي معي حارق، فيه مواد بتحرق. المركز هذا هو صندوق، لانه انا اخذنا عبارة كان عن صندوق هو السبلايز. هلا لازم ارجع السيارة تبعتي بعد ما اموت. رح يكون في عدد كتير، فينك تتجاهلهم وتهرب، فينك تكمل وتقتلهم ليعلى الليفل تبعيتك حسب ما انت بتحب. اكيد ما مهم تقتلهم، فينك هلا تهرب بكل سلاسة بالسيارة اللي معك وتمشي. اكيد راح يطاردوك، هلا في مجموعة منهم راح يبلشوا يطاردوك معهم سيارات. هذول المعروفين في اللعبة تنقول قطاعين الطرق او الناس المهجورة اللي داخل اللعبة. ليك هاي سيارتين بشوا علي، شايف؟ انا فيني اتجاهلهم لانه سيارتي سريعة، فيني انزل اتقاتل معهم اذا انت حابب تعمل جو او حابب تتسلى او عندك وقت مثلا. انا فيني اتجاهلهم وامشي، ممكن ما تخش عليك سيارتين، ممكن اكثر. انا سيارتي سريعة، فيني امشي واتخطاهم بكل سهولة. اكيد راح يطاردوني، ممكن يجوني ناس هلا من قدام. وبس إن وصلت مركز البانكر بينتهي كل الموضوع، بيختفوا هن من الخريطة، ما بيقعدوا بيلاحقوك، يعني ما بيتموا عم يلاحقوك طول الوقت وانت عم تلعب، لا. هيك انا اخترت مركز البنكر تبعيتي في نص الخريطة. كيف ما طلعت لي مهمة انا قريب عليه. فانت لما تختار مركز البنكر تبعيتك حاول تختاره يكون مناسب لإلك، مو ضروري يكون نفس اللي عندي، ممكن يكون بآخر الخريطة، ممكن يكون بنص الخريطة، حسب ما انت بترتاح فيه. هاي اللي احنا وصلنا، قربنا كثير على البنكر. طبعا هن لساتهم طارديني، انا فيني اقتلهم وتفضي عليهم بس هذا يضيع وقت. متى ما وصلت لهذا الجسر خلاص انه بطلوا يلحقوك. تشتغل شرط الواي فاي اللي هي عدم التعقب، تصيروا مجهولين على الخريطة، ما بيقعدوا بشوفوك. هاي طلعت الإشارة الصفراء. فتنا على مركز البنكر. هلا بفرجيكم كيف الخط
تبع المواد ببين علينا. نحن سرقنا بضاعة بقيمة 15,000. شايفين الخط البرتقالي اللي بزاوية الشاشة؟ هذا هي البضاعة، صارت البضاعة عنا فل. الخطوة الثانية، في عندك تبيع هاي السيارة. هاي لما بتبيعها راح تكون الأمور كتير سهلة، بتجيب لك 50,000. أنا ماني حاب أطول الفيديو عليكم مشان ما يكون ثقيل كتير يعني، أو مشان كل المشاهدة. بس على كل حال، إذا حابين تشوفوا هاي كيف نبيع السيارة، وكيف أو كيف نوصلها، اكتبوا لي بالتعليقات. أو إذا حابين، أو إذا في حدا عنده طريقة ثانية للمبتدئين يذكر لنا إياها بالتعليقات ونحن بنشرحها. أو إذا لقيت أي شيء صعوبة هون كمان فينك تكتب لنا، ونحن فينا نساعدك. بس هيك، هذا هو كان الفيديو تبعتنا. شكرا للمشاهدة تبعتكم. اكتبوا لنا تعليق حلو أو اشتركوا بالقناة إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني. تحياتي للجميع، كان معاكم شادي. السلام عليكم.